عايزك تتخيل معايا انك داخل فيلم في السينما مع واحد صاحبك، فيلم رعب، والناس عماله تصرخ وتصوت، وتلاقي من اكتر الناس اللي عماله تصرخ صاحبك. وبعد ما الفيلم يخلص تقرر انك وصاحبك انكم تدخلوا فيلم تاني عشان تغير المود وكده، وتتفاجئ من صاحبك ان عايز يدخل نفس الفيلم تاني. ده بالظبط اللي حصل مع مؤلف الكتاب الدكتور محمد طه، وده كان رد فعل صاحبه ان عايز يدخل نفس الفيلم رعب تاني، مع ان صاحبه ده كان صاحب اعلى صرخه في القاعه كلها، وإنها كانت تجربة قاسية ولكنه حب يكررها تاني. وهنا بقى مربط الفرس. علماء النفس والمعالجين النفسيين من أول سيجموند فرويد لغاية دلوقتي لاحظوا إن بعض الناس عندهم رغبة ونزعة شديدة لتكرار بعض التجارب المؤلمة في حياتهم، وده اسمه التكرار القهري، وبيكون له أربع أسباب. الأول إنه يعيد سيناريو نفس الأحداث القديمة بكل تفاصيلها وأدوارها، سواء مع الأشخاص اللي حصل معاهم الموقف أو مع أشخاص جداد، عشان نفسه ينهيها نهاية مختلفة غير اللي انتهت عليها قبل كده. التاني انه بيكون في تجاربه القديمه ضعيف ومش بايده اي حاجه، وكل حاجه بتكون اتعملت غصب عنه وحس وقتها بالانكسار، فيجي دلوقتي يعمل كل ده تاني بكل تفاصيله بس بمزاجه وكامل وعيه ورغبته، فيحس ولو احساس مزيف انه مسيطر على الامور ومتحكم فيها. التالت انه يكون في اللي حصل له قبل كده ضحيه ومغلوب على امره، فيرجع المره دي لينتقم، بس بيكون الجاني، وسواء مع نفس الشخص أو مع شخص جديد، وياخد بطاره. الرابع إن اللي اتعرض لتجارب وخبرات مؤذية في حياته بيحس بالذنب إنه ما دافعش عن نفسه، أو إنه وصل نفسه لكده، أو إنه ساعد الطرف التاني إنه يأذيه، فيبدأ ينتقم من نفسه ويعذبها ويجلد ذاته. فتلاقي بعض الناس بتتلذذ بتعذيب نفسها وجلد ذاتها وتعمل دماغ من ده، بينتقموا من نفسهم، أو بالأصح بينتقموا من غيرهم في نفسهم. ومن الحاجات اللي بتتعبك وتعذبك نفسيا هي المواقف الغير منتهيه. يعني ايه بدائل المواقف الغير منتهيه دي كمان؟ هو انا ناقص؟ هقول لك يا سيدي، بس اهدى كده وركز واسمعني. فاكر زمان لما المدرس زعق لك وهزقك قدام الفصل كله وانت ساعتها ما عرفتش ترد؟ لو حصل معاك الموقف ده عرفني في الكومنتات، وما تخافش انت مش لوحدك، احنا كتير. طب فاكر الحوار والنقاش الحاد اللي بينك وبين مديرك واضطريت انك تكتم جواك؟ طب فاكر لما جيت تصارح البنت اللي انت بتحبها وقالت لك انت زي اخويا؟ تفتكر الكلام ده خلص وانتهى؟ احب اقول لك لا، الكلام ده لسه موجود جواك، والمشاعر دي مدفونه جواك في اعماقك، عامله بالظبط زي الثقوب السوداء، بتستهلك طاقتك ووقتك ومشاعرك وافكارك. طب وايه الحل في المواقف الغير منتهيه دي؟ الاول انك تروح للشخص اللي بينك وبينه الموقف وتنهي نهايه مختلفه، يعني تقول له كان نفسك تقوله، او تعمل اللي كان نفسك تعمله، تاخد حقك منه. وغالبا وقتها هتكتشف ان كل مخاوفك كانت سراب، ومعظم تصوراتك غير حقيقيه. طب لو الطرف التاني مش موجود، مسافر، تعبان، أو مات لا قدر الله، تعمل إيه؟ ساعتها بقى هتستخدم طريقة علاجية بيستخدموها المعالجين بالسيكودراما، وهي إنك تجيب كرسي فاضي وتتخيل عليه الموقف اللي بينك وبين الشخص اللي قدامك، وتبدأ تتكلم معاه وتقول له كل اللي جواك، تزعق له، تودعه، تصرخ، المهم إنك تنهي الموضوع. وده بيكون في وجود معالج نفسي. التاني إنك تسامح وتعفو وتعدي، ودي محتاجة درجة عالية من النمو النفسي والسلام الداخلي، ومش كل الناس هتقدر عليها، وفي ناس تقدر تعمله بعد ما تكون عملت الخطوة الأولى. التالت إنك تفضل زي ما أنت مسجون في الماضي وداير في ساقية الحاضر بتحاول تحل مع الناس الغلط. الرابع إنك ترجع بالزمن للموقف الأصلي وتحله، وده طبعا مستحيل يحصل. ها نويت على إيه؟ تفضل زي ما أنت مسجون في حواراتك ومواضيعك الداخلية اللي مش بتخلص، ولا هتخلص غير لما تخلص عليك وتستنزفك؟ ولا تبدأ تحل وتنهي وتخلص كل ده وتعيش في سلام نفسي؟ وده من كتاب الخروج عن النص من جديد. يومكم جميل.